في الفيديو اللي عندك في الايفون كنا اتكلمنا من اكتر من شهرين عن سماعه الجي بي ال بوم بوكس 3 واللي كانت مناسبه للحفلات لو انت عندك بارتي صغيره كده، ولكن كان حجمها كبير قوي وكان سعرها غالي شويه لانها كانت بتيجي بسعر بيتخطى ال 23000 جنيه. ولو قلبت في القناه عندنا هتلاقينا كنا عملنا ريفيو لسماعه صغيره كده اسمها جي بي ال جو 3، سعرها كان بحوالي 1500 ل 2000 جنيه وكانت بتقدم قيمه ممتازه بالنسبه للسعر بتاعها، ولكن هي بس عيبها الوحيد انها كان صوتها واطي شويه مقارنه بالبوم بوكس 3، صوتها واطي قوي، فاحنا عايزين الحاجه اللي ما بينهم. وعشان كده انا جايب لك النهارده الجي بي ال فليب 6 واللي بيجي بسعرها حوالي 5000 جنيه وفيها كذا ميزه نتكلم عليهم النهارده في الفيديو بتاعنا، وهنعمل لها انبوكسنج مع بعض ونشوف مميزاتها وعيوبها. وكالعاده معاكم محمد واليزيد قناه ريفيوتك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب تعالى ناخد نظرة سريعة كده على البوكس بتاع الفيليب 6. مكتوب عليها انها جي بي ال يعني توند باي هارمان كاردون، وده اللوجو بتاعها او ده شكلها محطوطه كده في ميه وهقول لك ليه. ومكتوب عليها تحت بلوتوث فيرجن 5.1 لان السماعه دي بقى لها في السوق حوالي سنه، ودي احدث حاجه في فئه الفليب ديت. البطاريه بتاعت السماعه دي او اللي بيميزها انها البطاريه بتاعتها بتبقى او بتقعد لمده 12 ساعه مستمره. لو بصينا على البوكس هنا مش هنلاقي حاجه، اللوجو ده بيبقى موجود على كل البوكسز بتاعت السماعات الجي بي ال. اهم 3 مميزات مكتوبين هنا على العلبه ان البطاريه بتاعتها بتقعد يعني 12 hours of play time، يعني بتقعد 12 ساعة استماع متواصل، واللي بيميزها انها IP67 water proof و dust proof يعني مقاومة للمية والغبار كعادة سماعات جي بي ال. يعني مثلا الجو 3 الصغيرة والبوم بوكس 3 الكبيرة كان فيهم نفس الفيتشرز ديت. وعندك هنا حاجة اسمها جي بي ال بارتي بوست هنتكلم عليها كمان شوية. تعالى نفتح السماعة مع بعض كده، فيها يعني جزء من الجنب كده بيتشد، هتفتح تلاقي مكتوب قدامك فيليب 6، وعندك هنا جي بي ال اللوجو بتاع السماعه. عندك هنا بتلاقي طبعا الورق اللي احنا محدش بيقراه، وبتلاقي الناحيه التانية الشاحن والكيبل اللي بيجي معاها شكله حلو قوي، هو يعني ميت بلاك كده، ويعني يو اس بي سي تو يو اس بي اي عادي خالص. وهنا مكتوب عليه اللوجو بتاع جي بي ال، وفي اكسنت من جوه كده لونه اورنج شكله شيك قوي بصراحه. طيب خلينا نركن الجزء ده كده على جنب ونيجي للسماعة نفسها. ماشي، ده منظر السماعة وهي بورتابل ساوند سبيكر صغيرة قوي قوي. هي طبعا حجمها ووزنها اتقل من الجو 3، ولكن طبعا ما وصلتش الوزن وحجم البوم بوكس 3 الكبيرة اللي احنا عملنا لها برضو ريفيو مع بعض. طبعا خامات التصنيع هي نفس البوم بوكس 3، يعني ده مش قماش كده. والجي بي ال دي مكتوبة بالمعدن، محفورة كده بالمعدن، حتى بتحس الملمس بتاعها ساقعة كده شوية. عندك من الناحيه دي الدول تشانل بتوع البيز وبيخش لجوه كده، هبقى اوريهم لك برده في الفيديو شكلهم عامل ازاي. وعندك هنا الزراير اللي انت بتتحكم بيها في السبيكر نفسه، ده بيعمل بلاي وبوز، ده بيعلي، ده بيوطي، وده بيعمل حاجه اسمها بارتي بوست. البارتي بوست ديت انك بتقدر توصل اكتر من 100 سماعه جي بي ال مع بعض وتوصلهم بموبايل واحد، علشان لو عندك مثلا بارتي كبيره او كده عايز توصل كله على موبايل واحد. عندك من ورا هنا حته رابر كده صغيره علشان لما تحط السماعه تبقى ثابته في مكانها، يعني ما تتدحرجش. وعندك هنا بتشوف البرسنتج بتاعه البطاريه. عندك هنا ده مدخل التايب سي وهم هنا مش مغطيينه زي في السماعه البوم بوكس 3. عندك هنا الزرار اللي بيعمل لها بيرنج مع البلوتوث، وده بيعمل اون واوف للسبيكر نفسه. طبعا هنا اسم البراندنج فيليب 6 مكتوب، والجزء ده يعني كهاندل صغيره كده مثلا تقدر تعلقها في شنطه او تخليها في ايدك. تعالى نوصلها كده على الموبايل على السريع. انا كنت موصلها يا دوبك، انا يعني شغلت الباور بتعمل الصوت ده، وبتعمل صوت تاني لما بتبقى كونكتد، بس هو الصوت اللي انت سمعته ده، وعلامه البلوتوث اشتغل. عندك هنا ابلكيشن جي بي ال بورتابل ممكن تخش عليه علشان يبقى عندك يعني كويك سيتنجز كده للسماعه بتاعتك. ده كده شكله بعد ما فتح. ممكن تعمل من هنا رينيم للسماعه بتاعتك، او تشوف الستيتس بتاعت البطاريه بتاعتها علشان لو محتاجه ان هي تتشحن. عندك هنا يعني سمول ايكولايزر كده ممكن تعدل منه الصوت على السريع، تظبط البيز، التريبل، الميد، يعني ممكن تستعمله ممكن ما تستعملوش زي ما انت حابب. وعندك هنا طبعا ممكن تتشيك السوفت وير ابديت، لو ليها سوفت وير ابديت للسماعه نزل يضيفوا فيها اي فيتشر جديده ممكن تعمل له داونلود. وعندك البارتي بوست ديت انك تقدر تشغلها
وهي كده بتبقى، بص يعني احنا اول ما شغلناها بص هي مطفيه، الجزء ده هينور اول ما نشغلها. بس هي كده بتبقى جاهزه انها تعمل بير مع سماعه JBL تانية، وممكن تشغلها انها بارتي كلهم يشتغلوا مع بعض، او تشغلها انها ستيريو فتبقى واحده يعني من السماعتين، تبقى الصوت السماعه اليمين واحده هي السماعه الشمال. طيب مبدئيا بس عشان تبقى عارف، انا صعب انقل لك التجربه بتاعه الصوت بتاعه السماعه 100% لانها طبعا بتتنقل عن طريق الميكروفون، ولكن انا عايز اسمعك الكواليتي بتاعه الصوت، وعايز اوريك البيز بتاع الجزء ده وهو بيتحرك كده لما بيكون في بيز في التراك، وعايز اسمعك كمان علو الصوت بتاع السبيكر. كده الصوت على الميد بتاعه، يعني على النص بالظبط. هعليهولك على الاخر. بص منظر البيز بيعمل ازاي لما يبقى فيه بيز في التراك، الجزء ده بيتحرك، بيفكرني بالظبط باللي كان موجود في البوم بوكس 3. بس طبعا كفايه كده عشان ما ناخدش كوبي رايت. فالسماعه دي مناسبه لمين؟ مناسبه لو انت يعني بتعمل حفلات صغيره كده في البيت او حاجه، يعني لو انت بتحب تخرج مع اصحابك بتروحوا بول مثلا او حاجه زي كده، فالسبيكر دي هتبقى مناسبه ليك جدا. البطاريه بتاعتها طبعا ممتازه، 12 ساعه يعني انها تشتغل كونتينيوسلي. طبعا انت اخرك بتشغلها ساعتين 3 في اليوم مثلا، ولكن لو انت حبيت تستعملها بشكل متواصل لمده 12 ساعه هتلاقيها شغاله معاك. لو وقعت منك في الميه طبعا تكون ميه عذبه مش ميه مالحه، ما تقلقش عليها خالص. لو وقعت منك في تراب طبعا ما تقلقش عليها، ولكن بس الجزء اللي بره ده قماش فممكن يتطرب شويه. والحلو في البطاريه بتاعه السبيكر دي انها بتتشحن بس 3 ساعات، بتديك 12 ساعه استماع متواصل. وبالنسبه لكواليتي الصوت بتاعتها طبعا تحفه قوي، وزنها يعني مش تقيله، لو بتكلم مثلا في 500 جرام تقريبا. فارشحها لك ولا لا؟ هي سعرها دلوقتي يعني من 4.5 ل 5000 جنيه، هتلاقيها على امازون، وطبعا هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن. لو انت محتاجها اكيد اشتريها ما تفوتهاش، برودكت جميل قوي كعاده سماعات JBL. وبس كده، دي كانت كل حاجه انت محتاج تعرفها عن JBL Flip 6. لو انت حبيت تشتريها هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن من امازون. ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه الى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.